اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده انا حاجه اتكلم عن ازاي تحسن المحادثه. طبعا من اكتر المشكلات اللي بتواجه اي حد ان هو معاه فوكاب جرامر بتاعه كويس، بس للاسف ما بيعرفش ان هو يتكلم. تمام. في المثال اللي انا هضربه لك دوت هتلاقي اغلب الناس بتتكلم عنه. لو انت هتروح الجيم، لو عندك عضلة ما مثلا فلتكن عضلة الظهر مثلا، انت عشان تقويها فانت هتحتاج انك تلعب تمرنها مرتين في الاسبوع وتنوع في التمارين اللي انت بتستخدمها حسب ما المدرب بيوجهك. مع الوقت شهر التاني التالت هتلاقي ان في تحسن وفي مستوى اداء بتاعك بيتحسن مع الوقت. طب تعالى نضرب المثل دوت على المحادثة بالانجليزي. لما انت كل يوم تبتدي انك تمرن لسانك ان هو يفضل يتكلم، هتحسن مستوى يعني الطلاقة عندك. هتلاقي الكلام بالنسبة لك على اللسان بيبقى سهل، ما بيبقاش صعب. دي حاجة. الحاجة التانية، طب انا هتكلم مع ايه؟ اتكلم مع نفسك. انا من 3 سنين لما كنت بقعد اتكلم كنت بفتح فويس نوت كده واقعد اتكلم مع نفسي في اي موضوع، اي افكار بتيجي في دماغي بفضل اتكلم عنها. بس انا جاي اقول لك النهارده انت ممكن تتكلم عن ديلي روتين بتاعك، مثلا نظام يومك ماشي ازاي. تمام. وتبتدي انك حاجة تانية، لو انت مش لاقي اي موضوع او زهقت من انت كل يوم بتكتب عن نظام الحياة بتاعك، انت ممكن تتكلم عن اي قصص خيالية جوه دماغك. تمام. يعني اي حاجه، مثلا انا سافرت لتركيا، انا سافرت لكندا ورحت واشتريت وبعت وقابلت حد من صحابي ودورت على شغل ولقيت شغل وكان الانترفيو كان كذا، ورجعت تاني مصر وكملت مش عارف ايه ودرست فين والفلوس اللي كانت معايا استخدمتها في تطوير حاجه معينه. ابتدي ألف قصص من خيالك وافضل انك تتكلم. الحاجة التانية انا كنت بستخدمها برضو، ان انا كنت بقعد امسك مثلا توبيك معين. تمام. واقعد اتكلم كده وكأني بشرح، اكني دكتور في الجامعة او اكني مدرس وقاعد بمسك بقرأ بصوت عالي. وعلى فكرة القراءة بصوت عالي بيحسن مستوى الكونفيدنس عندك، وده زي ما قال اي جي هوج. تمام. فتبتدي انك تحسن مستوى الكونفيدنس عندك انك بتقرأ حاجة، مثلا ماسك حاجة معينة قاعد بتقرأها ووقفت عند قطعة معينة وابتدي انك تشرحها للناس اللي حواليك، او انك تتخيل ان انت مثلا قاعد بتشرح في محاضرة او انك واقف بتشرح في محاضرة وقاعد بتتكلم. انا كنت بقف اتدرب قدام المراية. تمام. دي حاجة. الحاجة اللي بعد كده، انت محتاج تتكلم مع ايه؟ دلوقتي مؤخرا انا بدأت ان انا استخدم شات جي بي تي، اشوف هل هو الذكاء الاصطناعي مش وحش. تمام. بدأت ان انا استخدمه، بس هو يعني التعليق بتاعي بس عليه هي حاجة واحدة، ان هو بيقطع كلامك لو لقاك انك وقفتم جاي قاطع الكلام. تمام. فانت اطلب منه، لا ما لما انا اقول لك انا انتهيت تبقى ساعتها تقيمني. تمام. بيبتدي ان هو يسمع منك ويقول لك انت مثلا جيد، لا انت محتاج انك تنطق دي بطريقة كلير شوية، محتاج انك تتدرب اكتر. يعني لقيت شات جي بي تي كويس. في ابلكيشن تاني اسمه كلاب هاوس، انا استخدمته قبل كده. بس يفضل انك لما تدخل لغرف يكون فيها امريكان. حاول انك لو لقيت فيه مثلا هنود او اي باكستانيين او كده، اخرج من الغرف دي، لان مستواك في الانجليش مش هيتحسن. مستواك في الانجليش لو هو جيد فهو للاسف هينزل لتحت مش هيطلع لفوق. ده عن تجربة، لاني قعدت فترة طويلة كنت بتدرب وللاسف كنت بتكلم مع ناس اشخاص غير نيتيف للاسف، فمستوى اللغة ما بقاش او مستوى النطق ما بقاش احسن حاجة. مش هتبقى عارف. فالافضل انك ما تيجي تتكلم عن مع نيتيف. دي حاجه. طب انا مجهز لكم شويه حاجات. في ابلكيشن تاني او في موقع كانت ياسمين خالد اتكلمت عنه اللي هو سمول توك تو مي. ده انا الصراحه من ضمن المواقع اللي انا بحبها. وفي برضه فري فور توك، بس انا سمول توك تو مي استخدمته اكتر من مره. اكتر حاجه بحبها فيه هو الفيدباك اللي بيكتبوه لك في الاخر خالص. الفيدباك ده مهم جدا، يقول لك الكلمه دي مثلا A1، الكلمه دي B2، الكلمه دي C1. فانت بتحسن نفسك، يقول لك مثلا الجرامر بتاعك محتاج ان هو يتحسن، يعني انت قلت دي، فالكلمه او الجمله اللي هيكتبها لك ومحتاج انها تتحسن في الجرامر بتاعها، خدها وروح صححها على كويل بوت. تمام. اعرف التصحيح بتاعها ازاي. وكمان انا عايز اقول لك على حاجه، ان انت لما بتيجي بتكتب الديلي روتين بتاعك او يومك ماشي ازاي، وتبتدي انك تألف قصص خيالية وتبتدي تكتب، انت بتحسن مستوى الكتابة.
بتحسن مستوى الجرامر بتاعك، ولما تقرأ برضو مستوى الجرامر بتاعك بيتحسن. القراءة كتير، ودي حاجة كتير يعني مش مهتم بيها. القراءة مهمة جدا بعد الاستماع، من أكتر المهارات المهمة قوي. ايجي هوج برضو قال هتقرأ صح هتتكلم صح. تمام، أشوفكم في فيديو جديد، سلام.